معاكم شذى عصام. هنشرح السكشن السادس في مادة الاقتصاد الزراعي. هنتكلم عن الحجم الأمثل للإنتاج في سوق المنافسة الكاملة. طب إيه هو الحجم الأمثل للإنتاج؟ هو الحجم اللي بيحقق أكبر قدر من الأرباح أو أقل قدر من الخسائر. طب إزاي يقولي إن الحجم الأمثل للإنتاج بيحد من الخسائر؟ أقوله مثلا أنا عايزة أقفل المنشأة بتاعتي بس لسه عندي سلعة وعايزة أبيعهم بس بأقل قدر من الخسائر، فبالتالي هعتمد على إيه؟ هعتمد على الحجم الأمثل للإنتاج. تمام، إحنا عندنا الحجم الأمثل للإنتاج بيبقى فيه ظل سوقين، سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار. إحنا السكشن ده هنتكلم عن سوق المنافسة الكاملة. تمام، عشان تتحقق المنافسة الكاملة في 4 شروط لازم أحققهم. أول شرط هي حرية الدخول والخروج. تاني حاجة تجانس السلع. يعني ايه تجانس السلع؟ يعني مثلا ده عنده سلعة جودتها كويسة جدا، الطماطم حمرا وحلوة جدا، وده عنده سلعة الطماطم بتاعتها اللي هو ايه مخضرة شوية، سلعة جودتها وحشة جدا، وبيبيعوهم بنفس السعر. ده كده محققش شروط المنافسة الكاملة، فبالتالي ده كده ما ايه مش تجانس للسلع. لازم يبقى جودتين متساويين وبنفس السعر. ثالث حاجة توافر المعلومات. مثلا انا التاجر ده عارف معلومة ممكن تزيد له الربح وبقية التجار مش عارفينها، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ التاجر ده طبعا هيحتكر السلع، واحنا مش عايزين يحصل احتكار عشان ده سوق منافسة كاملة. فبالتالي اي معلومة جديدة لازم يبقى كل التجار عارفينها او كل البائعين يبقوا عارفينها. طبعا عشان يحصل اي سوق لازم يبقى فيه عدد كبير من البائعين والمشترين. اوكي، محتاجين قوانين نعرفها، في حبة قوانين كده محتاجين نعرفها عشان نجيب الحجم الكلي، الحجم الأمثل للإنتاج. أول واحد التكاليف الكلية. التكاليف الكلية بجيبها عن طريق جمع التكاليف المتغيرة اللي هي ت غ زائد التكاليف الثابتة اللي هي ت س. تمام، طبعا التكاليف الحدية بتبقى عبارة عن التغير في الكلية. أي حاجة حدية بتبقى عبارة عن التغير في الكلية على التغير في الكمية. يبقى التكاليف الحدية بتساوي التغير في التكاليف الكلية على التغير في الكمية. تمام. طب افرضي بقى ان التكاليف الكلية جت على هيئة دالة. تمام، هعمل ايه؟ التكاليف الحدية هجيبها ازاي؟ هجيبها طبعا زي ما كنا بنجيب المرونة، هجيبها عن طريق التفاضل او المشتقة، هشتقها على طول. تمام، الإيراد الكلي بيساوي الكمية في السعر، والإيراد الحدي برضو أي حاجة حدية بيساوي التغير في الكلي على التغير في الكمية. يبقى الإيراد الحدي بيساوي التغير في الإيراد الكلي على التغير في الكمية. مقدار الربح أو الخسارة على طول بجيب حاصل بطرح الإيراد الكلي ناقص التكاليف الكلية، هتديني مقدار الربح أو الخسارة. طب امتى يكون ربح؟ لو هو بالموجب. امتى يكون سالب؟ لو امتى يكون مقدار خسارة؟ لو هو بالسالب. يبقى ربح لو هو بالموجب، خسارة لو كان بالسالب. تمام، بعد ما جبت بقى الحاجات المتطلبات وكل القوانين دي، هقدر احدد الحجم الامثل للانتاج في ظل المنافسة الكاملة. هجيبها عن طريق ازاي؟ ان لازم تتساوى التكاليف الحدية مع الايراد الحدي مع السعر. لو اتحققت الشروط دي معنى كده ان الكمية اللي اتحققت فيها الشروط دي هي الحجم الامثل للانتاج. هنفهمها اكتر مع المثال. بيقول لي الجدول التالي بيبين لنا كمية الإنتاج اللي هي أهي والتكاليف المتغيرة لإنتاج هذه الكمية. فإذا فرض أن سعر الوحدة من الإنتاج النهائي بيبلغ 5 وحدات، أو السعر س بتساوي 5، والتكاليف الثابتة بتبلغ 3 وحدات، الت س بتساوي كام؟ بتساوي 3. بيقول لي بقى استخرج الآتي. عايز التكاليف الكلية، هنبدأ على طول بالتكاليف الكلية. التكاليف الكلية كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي جمع التكاليف الثابتة في التكاليف المتغيرة. التكاليف الثابتة اللي هو بتساوي 3، وهي ثابتة في كله. التكاليف المتغيرة اهي بتساوي القيم.
فبالتالي لما اجيب التكاليف الكلية هقول ت كاف التكاليف الكلية بتساوي 1+3 4، 3+3 6، 8+3 11، 15+3 18، وهكذا. 21+3 24، 31+3 34. وكده جبت التكاليف الكلية اللي هو أول شرط محتاجة أجيبه أو أول قانون محتاجة أجيبه. طبعا أول ما أجيب التكاليف الكلية هقدر أجيب على طول التكاليف الحدية. التكاليف الحدية كانت بتساوي إيه؟ التغير في التكاليف الكلية على التغير في الكمية. طبعا أول حاجة دايما أول كمية دايما ملهاش تكاليف حدية أو إيراد حدي. ليه؟ عشان مفيش تغير. احنا عندنا الأولى ما عندناش التانية، عندنا التانية سوري اللي هو 1. فين الأولى؟ مفيش أولى. احنا محتاجين ايه؟ بتبقى دايما التانية ناقص الأولى، 2 ناقص 1. طب الواحد مفيش حاجة فوقيه، يبقى بالتالي ملهاش قيمة، ممكن أكتب 0 أو عادي أعمل شرط. طب أجيب التكاليف الحدية ازاي بقى؟ قلنا التغير في التكاليف الكلية اللي احنا جبناها اهو اللي هو 6 ناقص 4. أول حاجة هنعمل شرط هنا، دي التكاليف الحدية بتساوي. أول حاجة هنعمل شرط ملهاش تكاليف حدية. تاني حاجة هطرح 6 ناقص 4 هتساوي 2 على اهو 6 ناقص 4 اللي هي بتساوي 2 على التغير في الكمية اللي هي 2 ناقص 1 اللي هي هتساوي 1. فبالتالي هيساوي 2 على 1 بتساوي 2، وهكذا. 11 ناقص 6 هتساوي 5. 5 على 1 اللي هو 3 ناقص 2 بيساوي 5. 18 ناقص 11 هتساوي 7. 7 على 1 بتساوي 7. رقم الأخيرة تبقى رقم 5 تساوي 5 ناقص 4 التكاليف الكلية اللي هو 24 ناقص 18 هتساوي 7. 24 ناقص 18 هتساوي 6 سوري. ونطرح 5 ناقص 4 بتساوي 1، فهعملها على طول. وبصي كله بتساوي 1 عشان هي أرقام متتالية، هي 1 2 3 4 5. إنما لو كان قالك 1 3 6 كده طبعا هيبقى اللي أنا هقسم عليه بيبقى مختلف. تمام. وبعد كده هطرح برضو 34 ناقص 24 هتساوي 10 وهكذا. يبقى أنا كده جبت التكاليف الحدية والتكاليف الكلية. محتاجة أجيب بقى الإيراد الكلي. الإيراد الكلي كنت بجيبه ازاي؟ كنت بجيبه عن طريق ضرب كمية الإنتاج في السعر. احنا عندنا السعر بتاعنا كان 5، فاضرب 1 في 5 هتديني 5، 2 في 5 ب10، 3 في 5 15، 4 في 5 20 وهكذا. ده كده جبت الإيراد الكلي. طب والإيراد الحدي؟ الإيراد الحدي برضه هو التغير في الإيراد الكلي على التغير في الكمية. التغير طبعا بما ان قلت كلمة حدي يبقى اول حاجة ملهاش ايه؟ ملهاش ايراد حدي. فبالتالي هبدأ من التانية على طول اللي هي 10 ناقص 5 بتساوي 5 على 2 ناقص 1 يبقى 5 على 1 بتساوي 5 وهكذا. 15 ناقص 10 هتساوي 5، 20 ناقص 15 هتساوي 5 وهكذا. هقسم على الواحد في كل واحدة فيهم. تمام. كده بقى انا محتاجة اجيب الحجم الامثل للانتاج. طب انا هجيبه ازاي؟ قلنا احنا عايزين المستوى اللي الكمية اللي بتتساوى عندها التكاليف الحدية والايراد الحدي والسعر. احنا قلنا السعر كان بيساوي كام؟ السعر كان بيساوي 5، فاحنا بالتالي عايزين الايراد الحدي يبقى 5. ايه ده؟ الله، اهي 5. طب وفي نفس المستوى يبقى الإيراد التكاليف الحدية التكاليف الحدية بتساوي 5 اهو، والإيراد الحدي بيساوي 5. طب والسعر بيساوي 5، ودول كلهم بيبقى موجودين فين؟ في الكمية لما تبقى الكمية 3 وحدات. فبالتالي هقدر اقول ان عند المستوى الحجم الامثل للانتاج بيبقى عند المستوى الانتاجي اللي بيبلغ 3 وحدات. طبعا لو طلب منك الإيراد الكلي عند الحجم الأمثل، الحجم الأمثل قلنا 3 وحدات،
نشوف الإيراد الكلي، فين الإيراد الكلي؟ أهو 15. طب لو طلب منك التكاليف الكلية عند الثلاث وحدات اللي هو الحجم الأمثل للإنتاج، همشي كده أهو هتبقى 11. تمام. بعد كده كان طالب منك الربح المحقق عند الحجم الأمثل للإنتاج، برضو الحجم الأمثل للإنتاج اللي هو 3 وحدات، هروح امشي كده هلاقي الربح المحقق هو 4. او ممكن اجيبها على طول عن طريق طرح الايراد الكلي ناقص التكاليف الكلية عند الحجم الامثل للانتاج. طبعا مش اي ايراد كلي ومش اي تكاليف كلية. الايراد الكلي احنا لسه جايبينه عند الحجم الامثل للانتاج بيساوي 15، والتكاليف الكلية كانت بتساوي 11، هيدوني 4 على طول. يعني ممكن ما احطش الصندوق ده في الجدول، ممكن اجيبها على طول بعد ما اجيب الاتنين دول. تمام. بيقول لي مثال التطبيق التاني، ودي المسألة دي بتبقى مهمة جدا الدكتور أكد عليها. بيقول لي إذا فرض أن الدالتين التاليتين بتمثل دالتي التكاليف الكلية والإيراد الكلي، أهو دالة التكاليف الكلية ودالة الإيراد الكلي. تمام. بيقول لي المطلوب إن أنا أحدد نوع السوق. مش إحنا قلنا إن الحجم الأمثل للإنتاج بيبقى موجود يا إما في سوق المنافسة الكاملة أو في سوق الاحتكار. إحنا عايزين بقى نحدد أنهي السوق نوع السوق اللي موجود في الدالة دي. تاني حاجة بيقول لي أحدد الحجم الأمثل للإنتاج، وتالت حاجة بيقول لي الربح أو الخسارة. طبعا قلنا إمتى يكون ربح لو هو بالموجب، إمتى يكون خسارة لو هو بالسالب. تمام. بيقول لي أول حاجة أحدد نوع السوق. طب إزاي هحدد نوع السوق؟ بيقول لي دايما بحدد نوع السوق باستخدام الإيراد الحدي. يقصد إيه باستخدام الإيراد الحدي؟ فإذا وجد أنه يمثل قيمة ثابتة، إن الإيراد الحدي ده قيمة ثابتة، معنى كده إن السوق منافسة كاملة. طب لو وجد أنه يمثل قيمة غير ثابتة، معنى كده إن السوق ده سوق احتكار. طب يعني إيه إن الإيراد الحدي بيمثل قيمة ثابتة؟ قيمة ثابتة يقصد بيها إن الإيراد الحدي مثلا بيساوي زي 3. طب يعني إيه يقصد إن هو يمثل قيمة غير ثابتة؟ قيمة غير ثابتة اللي هو زي 3 كاف، دي كده قيمة غير ثابتة، او يبقى موجود في كاف في الدالة بتاعتي او في الناتج بتاعي، دي كده قيمة غير ثابتة. في الحالة دي هعتبره ايه؟ سوق احتكار. طب لو في الحالة دي هي دي قيمة ثابتة، فبالتالي ده سوق منافسة كاملة. طالما قلنا هنعتمد في تحديد نوعية السوق على الإيراد الحدي، يبقى هجيب الإيراد الكلي واستخرج منه ايه؟ الإيراد الحدي. طب الإيراد الكلي اللي عندي في صورة دالة، واحنا قلنا طالما موجود في صورة دالة هجيب ايه؟ هجيب التفاضل بتاعه. تفاضل 5 ب0، تفاضل 3 كاف بيساوي 3، معنى كده ان الإيراد الحدي بيساوي كام؟ الإيراد الحدي بيساوي 3. طب ال3 دي قيمة ثابتة؟ دي قيمة ثابتة، معنى كده ان السوق هو سوق منافسة كاملة. تاني حاجة هحدد الحجم الأمثل للإنتاج. طبعا عشان اجيب الحد الأمثل للإنتاج محتاج اجيب التكاليف الحدية ومحتاج اجيب الإيراد الحدي. أول حاجة هجيب التكاليف الحدية عن طريق تفاضل التكاليف الحدية، التكاليف الكلية، تفاضل التكاليف الكلية. طب ليه؟ ما انا اجيبها بالقانون بتاعي عادي. لا، انا ما عنديش قيم، انا عندي دالة، فبالتالي هجيبها عن طريق التفاضل. تفاضل 10 اي قيمة لوحدها تفاضلها 0 زائد 8 كاف، تفاضل 8 كاف هتساوي 8 ناقص تفاضل الكاف تربيع، هنزل الأس قدام الكاف هتساوي 2 ونقص من الأس 1 هتساوي كاف. يبقى التفاضل بتاعي التكاليف الحدية بتاعتي بتساوي 8 ناقص 2 كاف. واحنا كنا لسه جايبين الإيراد الحدي بيساوي 3 عن طريق ان احنا جبنا التفاضل ده كان ب0، وده نزلنا الأس اللي هو 1 ضربنا 3 في 1 والكاف راحت ان هو نقصنا من الأس 1، ناقص 1 ناقص 1 هتدينا 0، فبتساوي الإيراد الحدي بيساوي 3. يبقى أنا كده جبت التكاليف الحدية بتاعتي وجبت الإيراد الحدي. فمحتاجة بقى أشوف الحجم الأمثل للإنتاج. طبعا كنت بجيب الحجم الأمثل للإنتاج إزاي؟ عن طريق إن أنا أساوي التكاليف الحدية مع الإيراد الحدي. طب هتقولي والسعر؟ أنا ما عنديش سعر في المسألة دي، فبالتالي مش هستخدمه. تمام. هساوي بقى اللي هو التلاتة اللي هو الإيراد الحدي بيساوي 3 بيساوي التكاليف الحدية اللي هي 8 ناقص 2 كاف،
هودي الاتنين كيف الناحية التانية بإشارة موجبة، وهودي التلاتة في الناحية التانية بإشارة سالبة، فبالتالي 2 كيف هتساوي 5. يبقى كيف هتساوي 5 على الاتنين. 5 على الاتنين بتساوي 2.5. ممكن أرمز للكمية المحققة للحجم الأمثل للإنتاج، الكمية اللي حققت لي الحجم الأمثل للإنتاج برمز لها بكاف نجمة. تمام. تالت حاجة بقى محتاجة استنتج حجم الربح أو الخسارة. أنا لسه لحد دلوقتي مش عارفة اللي حصل ده ربح أو خسارة عند الحجم الأمثل للإنتاج. تمام. احنا عارفين ان قانون مقدار الربح او الخسارة بيساوي الإيراد الكلي اللي هو ألف كاف ناقص التكاليف الحدية. طبعا هعوض الإيراد الكلي موجود عندي في صيغة دالة اللي هو دي، والتكاليف الحدية التكاليف الكلية موجودة معايا. هعوض عليه ازاي؟ هعوض عن طريق بالكاف. هعوض بالكاف اللي انا جبتها. الكاف اللي انا جبتها كانت بتساوي 2.5. تمام. وانا الدالة بتاعتي اللي هو دالة التكاليف الكلية كانت بتساوي 10 زائد 8 كاف ناقص كاف تربيع. تمام. 10 حطيتها زي ما هي اهو، 8 نزلتها زي ما هي، 8 في كاف، فانا ضربت عوضت مكان الكاف دي ب2.5. تمام. ناقص كاف تربيع، عوضت مكان الكاف ب2.5 وحطيت التربيع هتديني 23.75%. الإيراد الكلي برضو بنفس الحكاية. أنا عندي القانون بتاعي الدالة اللي هو اداهالي كانت ايه؟ كانت 5 زائد 3 كاف. كتبت ال5 نزلتها زي ما هي، ال3 زي ما هي، عوضت بس بدل الكاف ب2.5 فادتني 11.5. مقدار الربح أو الخسارة بجيبه عن طريق إن أنا أطرح الإيراد الكلي ناقص التكاليف الكلية. الإيراد الكلي جبناه ولقينا إن هو 12.5. التكاليف الكلية بتساوي 23.75%. معنى كده وجاتلي النتيجة بالسالب. معنى كده إن هو مقدار ربح ولا خسارة؟ طبعا مقدار خسارة. والسكشن خلص وبالتوفيق.